خويا بما انك انت اخترت تقرص على الفيديو وتتفرج، خليني نسألك سؤال لك على طول، علاش انت تو مصاحب ولا جربت قبل تصاحب؟ جاوبني بكل صراحة. اما قبل ما تجاوب، اذا كان انت صحابت بالرسمي راك الفيديو ذا اصلا ما تستحقوش وتنجم تبقى معنا على الجو هيك. واذا كانك انت تو مصاحب حاليا ولا ناوي وتحب تصاحب وماكش لاقي كيفاش، ابقى معنا للاخر، برشا حاجات تستنى فيه. وعلى فكرة الفيديو ذا خاص كان بالرجال، اذا كانك طفله ماذا بيك عرفت تخرج من الفيديو خاطر ماهوش بشي ساعات. باهي خويا ساعه قبل ما ندخلوا يعني في صلب الموضوع لازم ثم نقطه نبدو متفاهمين فيها، وهي انه كراجل الاحساس بالفراغ في كونه ما ثماش انثى في حياتك هذا شيء طبيعي باش تبقى ديما تحس بيه حياتك كامله معناه. وراو نحكي روحيا وجسديا، يعني مش كان جسديا بركه كيما تخمم برشا عباد، خاطر هذه يعني فطره اخلقها فينا ربي ما تنحاش، كيما الماكله كيما الشرب كيما كل شيء. باهي تو نجول للاجابات نتاع السؤال اللي طرحته يعني في اول الفيديو، اللي هو ثم فيكم برشا باش يقولوا رانا مصاحبين ولا نحبوا نصاحبوا خاطر نحبوا نجربوا، نحبوا تولي عنا اكسبيريونس، ما نحبوش يعني نبقوا هكاك ظلمه اول ما نعرسوا يعني كاتوس في شكاره وادخل فرنسي هكاك، يعني تصاحب يعلمك التجربه ويعطيك برشا خبره في التعامل مع الجنس الاخر. صحيح ولا؟ اكيد راهو يا انت تقول في الجمله دي يا تعرف برشا من اصحابك معناه يقولوا فيها. الانسان اللي يفكر نحب نقول له علاش انت تخمم بالطريقه الايجابيه هذه وتبرر الروح؟ علاش ماكش انت قاعد تضيع في الوقت وتضر في روح؟ يعني انت دخلت طفله تعطي فيها في برشا من وقتك، ونتحدى اي انسان يقول لي معناها راهو الكلام هذا غلط، فوق هذا يعني تصرف عليه، فوق هذا اذا كان معناه خليتك ولا سيباتك ما عندك حتى ضمان، ما عندك حتى ضمان. شيء طبيعي انك تقصها مع صاحبتك هذه ولا مع اي انثى انت تعودت انك تحكي معها، شيء طبيعي انك تدخل في اكتئاب. من بعد لوم على روحك، يعني لوم على روحك لانك انت حطيت روحك في موقف متاع ضعف، تاع انه انسان ينجم يخليك ويمشي. شوف حتى كالكلام ذا قاسي برشا، اما من الاخر راهو اي انسان يصاحب معناها بنات الناس بالسرقه على باباه وخوها راهو مش راجل. تعرف بخلاف انه الانسان مثلا مش راجل، حتى معناها حياته اصلا تتدمر، تعب نفسي، مشاكل، خسارة فلوس. تعرف علاش خسارة؟ لانك انت تستثمر في عبد، يعني تستثمر في وقتك وتستثمر في فلوسك وتستثمر في برشا حاجات انسان انت اصلا ماكش داري باش تكمل معه، ولا اكثرية 90% العلاقات هذه يعني باش تفشل في الاخر. بالطبيعة دي حسب الاحصائيات ماهوش كلام، اللي عاش التجربة دي يعرف مليح اللي هي يعني تبقى خارج من علاقة لعلاقة تولي ما عادش عندك الثقة في حتى واحد. برشا عباد تولي تعاني من الاكتئاب وتولي ستريس، ويولي معناها نقولوا نحن حياته داخله بعض. بربي الناس اللي عندها تجربة تكتب لنا في الكومنتاريات. وثم حاجة أخرى راو يلزمك تحسب لها حسابها، خاصة معناها كي تبدا صغير ما تفيق بها كما تكبر، اللي المجتمع متاعنا يبني برشا على الاحترام والثقة، واي واحد يعرف انه فلان ولا فلانة ديما يعني صاحب السمعة متاعو راهي تطيح في الماء، والسمعة يا خويا راهي اصعب حاجة ترشا. هي كيفاش معناها توا الحل؟ شنو الحل البديل؟ اكيد برشا فيكم باش يقولوا لي اللي انت بعض ما لسانك قلت ان هذه فطره في البشر ويلزم معناها نشوفوا لها حل. الحل صاحبي يلزمنا نطوروا رواحنا اكثر ما نجم، يلزمنا نعملوا مشاريع، يلزمنا عرفتك ناخذوا رواحنا بالسبور، يلزمنا عرفت نبنوا الشخصيه نتاعنا، يلزمنا نولوا مؤهلين باش نجموا يعني نعملوا عائلات مستقره وناخذوا قرار حقيقي وكل قرار جدي. هكاك ربي يبارك فيه، وهكاك اصلا حتى مثلا كي تدخل شخص لحياتك تكون مرتاحين وتتعاونوا. بالطبيعه راهي مشي كلها معناها علاقات باش تنجح، لكن ديما تبقى ابرك وخير من تصاحب. بالطبيعه ثم فئه انا ما نحبش تحكي معاها من اصل، اللي هي الفئه اللي تحب تصاحب جيست بركه باش توصل للعلاقه الجنسيه، يعني يزنح حاشاكم في الاخر يعني مع صاحبكم. لا واللي خليك زيد تستغرب اكثر معناها من الفئه الغريبه هذه انهم هما يزيد تفوخروا بالحكايه، يحكوا بها في القهاوي ويشوفوا فيها فخر، يعني قمه الوقاحه وقمه القذاره. وبالنسبه معناها للناس اللي تعمل في الشيء ذا واللي تحكي به وتتفوخر، نحب نقول لكم راي العباد اللي تسمع فيكم راي تضحك في وجوهكم، لكن من بعد كي توقفوا راي تعافكم، لذاك انت مقدر عليك ربي على الاقل استر روحك. المهم لهنا نكون وصلنا لاخر فيديو. ما تنساش الجيم، ما تنساش البارتاج، ما تنساش معناها تعطي كومنتيرك اذا كان عندك راي في الموضوع سواء معاه ولا ضد. وتوا نقولكم السلام عليكم.